السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة عملت طريقة عمل كشري الأصفر على بخار الرز. تمام، دي كشري أصفر يا شباب، بسم الله ما شاء الله. وعملت معاه بيض مسلوق وعملت سلطة بلدي، بسم الله ما شاء الله. يلا بينا على المطبخ نشوف عملنا الكشري الأصفر على البخار بتاع الرز دي ازاي. الحباية طالعة بحبايتها اهي، ويا رب الحلقة تنال إعجابكم. ويلا بينا على المطبخ يا جميل. السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل طريقة عمل الكشري الأصفر. تمام، معانا كوباية رز عدس أصفر، ومعانا كوبايتين رز أبيض. دي المعدل الطبيعي يعني. تمام، مغسولين وجاهزين. معانا بصلة كبيرة أنا مقطعها حتت صغيرة. طب البهارات معانا يا علاء؟ معانا كزبرة، معلقة شطة، كمون، فلفل أسمر، ملح. هما الأربع مكونات دولت. التركيز كله على الكمون وعلى الفلفل الأسمر والكزبرة، والملح طبيعي طبعا احنا بنحطه في كل حاجة عشان تعملي طبق كشري الأصفر. يلا بينا نشوف هنعمل الكشري الأصفر، بس أنا هعمله على البخار بتاع الرز. دي أول مرة حد يعمل. يلا بينا يا قشطة. عشان نعمل الكشري الاصفر معانا بصلة بنحطها في نص كوباية زيت. كشري اصفر يا شباب، كشري اصفر يعني عدس اصفر، مش عدس بجبة. انا بديكم المعلومة. العدس الكشري ما بيتعملش بسمنة او بيتحط عليه سمنة. تمام، هو زيت بس حسب الكمية اللي حضرتك هتحطيها. تمام، هنقلب ده يصفر كده وقفكم معانا. اول ما الاقي البصلة بتاعتي كده اصفرت يعني مش دخلت في اللون الذهبي، ببدأ احط الكمون والملح والكزبرة والشطة والفلفل الاسمر. دي اهم حاجة. بتقلبيها وتروحي حاطة المية السخنة. دي لو انت عايزه تعملي كشري في 10 دقايق. تمام، دي التقليه اللي هي بتاعه الكشري. تمام، ومش تزودي الميه، يعني كل ما الميه دي تبقى قليله افضل اما انت تحط كميه ميه والميه تبقى اكتر من الرز والعدس. تمام يا قشطه. بنسيبها تاخد فوره كده، واول ما يفور ممكن لو حبيت تحط مكعب مرق دجاج ماجي مفيش مشكله، تطعميه مفيش مشكله. طب الناس اللي هي يعني بعض الناس بتشتكي بتقول انا بيجيلي حموضه بعد ما باكل كشري عليه. عشان الحموضه مش يجيلك بعد الكشري هتحطي معلقه السكر دي، هتشيلك اي نوع حموضه. ما تخافيش، معلقه السكر مع كميه الميه دي مش هتسكر لك الكشري بتاعك. تمام، احنا حطينا معلقه السكر دي على الميه بتاعه التقليه بتاعه الكشري علشان مش تعمل اللي ياكل كشري مش يجيله حموضه وحرقان على الصدر كده. تمام، ربنا يحفظكم ويخليكم لينا يا رب. تمام، بسيب انا دي تاخد تقليبه كده فوران، واروح نازل بالرز بتاعنا الابيض. انا ممكن انت ممكن تحط العدس على الرز وتقلبيه، لكن الطريقه اللي انا هعمل لكم بيها دي تختلف، انك انت تحط الرز مع العدس وتعمليه. احنا هنسوي العدس على بخار الرز. طبعا اول ما دي فارت كده ببدا احط الرز بتاعي واقلب الرز بتاعي تقليبه واحده. تمام كده. دي الرز ده هتعمليه في 10 دقايق. شايفين كمية المية اللي انا حطيتها مش كتير. طب افرض انت حطيت كمية المية وحطيت الرز، هتضطري تشيلي الشوربة من اللي هي بتاعت التقلية دي. تمام كده المعدل الصح لأي واحدة تحب تعمل كشري أصفر. بس احنا هنعمل الكشري الأصفر ده عن طريق البخار. هنسوي الرز ده نص تسوية. دي طريقة جديدة وخليها معاكي. تمام، كل اللي عليا ان انا هغطي عليه، هسويه نص تسويه وابقوا معانا.
هفتح على الكشري على الرز بتاعنا كده. اول ما تلاقي الرز بتاعك عمل كده، كل اللي عليك علشان تحط العدس بتاعك. بص يا قشطه، انا هسوي الكشري. بصوا شايفين الحركه دي؟ انا مش عايز الرز الكشري اما اجي اعمله ما يعجنش مني وتطلع الحبايه بحبايتها. شايفين كده؟ انا بسوي الكشري بتاعي العدس الاصفر على بخار الرز. شايفين الطريقه دي؟ الطريقه دي اعمليها وجربيها اهو. وبوطي النار عليها خالص، بحط الشياطه تحت منه واسيبه على الوضع ده خالص، تمام؟ ولا احط له ميه ولا اي حاجه. البخار اللي هو هيطلع من الرز هيسوي لي الكشري. بعد كده هنقلبه وكده. ابقوا معانا علشان نشوف احنا هنعمل. شايفين المنظر الجميل ده؟ هنغطي عليه قشطه ونحط له الشياطه تحت منه. ابقوا معانا. هنقول كده بسم الله. شايفين يا شباب كده؟ سوي الكشري الاصفر على بخار الرز اهو. شايفين انا عايز الرز بتاعي، بروح جايبه كده اللي هو العدس الاصفر، وبروح عامل فحرة كده في النص اهي، ومنزل الكشري بتاعي العدس الاصفر هنا. هتطلع الحبايه بحبايتها ولا يعجن معاكي ولا اي حاجه. ليه؟ الرز كده مستوي اهو. بسم الله ما شاء الله. دي اجمل طريقه تسوي بيها الكشري الاصفر على بخار الرز. كده انا احتفظت اهو. بسم الله ما شاء الله. وبوطي النار عليه لغايه ما يكمل سواه وخلاص على كده. ابقوا معانا يا جميل. كده بقى تسويه الكشري الاصفر على بخار الرز. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ادي الرز بتاعنا طلع اهو ومفلفل. بسم الله ما شاء الله. حبايه بحبايته اه. ادي الرز الاصفر اللي احنا عملناه على بخار الرز. شايفين الجمال والحلاوه؟ انا طبعا سلقت بيض وحمرت بطاطس وعملت شويه سلطه وسبت ده على نار هاديه خالص. تاكلي الكشري الاصفر ده ولا يجيلك حموضه ولا يعملك اي حاجه، وهتعمليه كل يوم ويوم. دي تاكل معاه طماطم مخلله، بتنجان مخلل. وابدع يا قشطه. يلا بينا علشان نفرغ بقى. وكده الحلقه بتاعتنا خلصت. عملنا طريقه الكشري الاصفر، سويناه على البخار بتاع الرز. طريقه جديده وحلوه. وعملت طبعا سلطه بلدي. بسم الله ما شاء الله اهي. وعملت معاها شويه ميه سلطه اللي هو وسك السلطه. الكل طلبها برضو. وبسم الله ما شاء الله سويت الكشري الاصفر على البخار بتاع الرز. يعني انا ما قلبتش العدس وهو اصفر مع الرز الابيض كالعاده، لكن الطريقه اللي انا عاملها دي طريقه حلوه. وسويت الكشري بتاعي الحبايه طالعه بحبايتها. بسم الله ما شاء الله. وما تخافيش من اي اكله، يعني الاكله اللي انا عاملها دي بالظبط هو ربع كيلو عدس وكوبايتين رز، تمام كده؟ ولا اكتر ولا اقل. تعملي احلى كشري اصفر على البخار. 100. جربي الفكره بتاعتي دي واعملي طريقه البيضه دي. خلي ابنك ياكل. اعملي له، يعني لو اديتي لكل ابنك طبق زي ده هياكل، حتى لو هو مش عايز ياكل كشري. منظر الطبق، لان العين بتاكل قبل البق، واحنا اتعلمناه على كده. اسيبكم بقى في رعاية الله وامنه في حلقة قادمة. ويا رب تكون وصفة الكشري الاصفر على البخار الرز تسوى ازاي، وطريقة سهلة خالص واي حد ممكن يعمله. يلا نقول في رعاية الله وامنه في حلقة قادمة.